زي ما شفتوا يا شباب، رسميا نهاية حظر روبلوكس في مصر وبعض الدول العربية. طبعا يا اخوانا انا جايب لكم النهارده اخبار مش بس سعيدة، دي اخبار فخمة بخصوص نهاية الحظر اللي خنقنا كلنا وبقاله فترة طويلة جدا. بس قبل ما ندخل في التفاصيل ونفجر المفاجآت القوية اللي محضرها لكم، اوعى تنسى تخبط اللايك المتين بتاعك اللي بيدعمني، وتشترك في القناة لو انت اول مرة تنورنا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن روبلوكس واي اخبار تفيدك. الفيديو ده يا شباب مش مجرد فيديو عادي، الفيديو ده فيه كلام خطير جدا ومعلومات هقولها في النص وفي الاخر، وتفاصيل هتقلب الموازين حرفيا. فكمل معايا الفيديو الاخر ثانيه بثانيه عشان تفهم القصه كامله، وتعرف ازاي ده هيأثر على حسابك بشكل مباشر، وايه الخطوات اللي لازم تعملها عشان ما يفوتكش اي حاجه من الميزات الاسطوريه اللي هترجع. يلا بينا وبدون رغي كتير نبدأ المقطع الفخم بتاعنا النهارده، وركزوا معايا. خلونا نرجع ورا خطوه صغيره يا شباب عشان نفهم ايه اللي حصل بالظبط وايه الكواليس اللي حصلت، عشان الفهم ده هو اللي هيوصلنا للمفاجاه الكبيره اللي هقولها لكم كمان شويه، وهيفهمكم ليه اللعبه هترجع اقوى من الاول. كلنا فاكرين الصدمة الكبيرة واليوم الأسود لما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن بشكل مفاجئ اتخاذه قرار رسمي بحجب منصة روبلوكس بالكامل داخل مصر. الكلام ده يا جماعة ما كانش مجرد إشاعة شفناها على جروب فيسبوك أو فيديو تيك توك بنقلب فيه، لا ده اتقال بشكل صريح ورسمي جدا خلال كلمة عصام الأمير نائب رئيس المجلس، وأكد وقتها في كلمته بمنتهى الحسم إنهم نسقوا بشكل مباشر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عشان ينفذوا قرار الحجب ده فورا وبدون أي تأخير أو تراجع. وفي لحظة لقينا اللعبة مش بتفتح والسيرفرات واقعه وكلنا جالنا احباط بشكل رهيب. طب خلينا نسال السؤال المهم اللي كان شاغل بال ملايين اللاعبين واولياء الامور في الوقت ده، ايه السبب الحقيقي ورا الخطوه دي؟ الخطوه دي يا شباب ما جاتش من فراغ، دي جت بعد مناقشات واسعه جدا واجتماعات مكثفه وتحذيرات متراكمه صدرت من خبراء امن المعلومات، وكمان من اولياء امور كتير اشتكوا من مخاطر استخدام الاطفال للانترنت بشكل عام ومنصه روبلوكس بشكل خاص. لان منصه تفاعليه وضخمه ومفتوحه زي روبلوكس كان في الفتره الاخيره محتوى بيصنعوا المستخدمين بنفسهم، والمحتوى ده كان صعب جدا يتظبط رقابيا بنسبة 100% في الوقت ده من الشركة. فكان قرار الجهات الرسمية في مصر هو قرار وقائي بالأساس بهدف حماية الأطفال والشباب من أي استغلال أو ثغرات أمنية. وطبعا كلنا عشنا المعاناة اليومية بسبب القرار ده، وكلنا بلا استثناء لجأنا للحل الوحيد اللي كان قدامنا، برامج الفي بي ان. والفي بي ان ده كان كابوس تاني لوحده، بوظ سرعة النت عندنا في البيوت ورفع البنج لأرقام خيالية تخليك مش عارف تمشي خطوتين في أي ماب، لا عارف تلعب لوكس فروت براحتك ولا عارف تستمتع في ماب البيوت. والأسوأ والكارثة الأكبر من كل ده إن في حسابات قديمة وفخمة وصرف روبلوكس وفلوس كتير للأسف الشديد خدت بند الظلم من شركة روبلوكس. طب ليه؟ لأن اللعبة كانت بتفكر إن الحساب متهكر أو بيتفتح من كذا دولة في نفس الوقت بسبب تغيير الدول المستمر بتاع الفي بي ان. طب ازاي بقى؟ كلنا عارفين الفي بي ان لما بتيجي تفتحه بيوديك لدولة تانية غير دولتك عشان روبلوكس تعرف إنك مش في الدولة المحظورة. بس المشكلة في الفي بي ان ده ايه؟ انه ساعات بيخليك في فرنسا وساعات بيخليك في ايطاليا وساعات بيخليك في امريكا، فشركة روبلوكس بتتلخبط وبتحسب ان حسابك بيتهكر او في نشاط مريب فبتضطر تحذرك. ركزوا بقى معايا هنا كويس جدا وافتحوا عيونكم على الاخر عشان ده اللي هيخليك تتنطط من الفرحة. الفترة اللي فاتت ما كانتش فترة هدوء واستسلام زي ما اغلبنا كان فاكر، لا خالص، ده كان في دعوة قضائية شغال عليها محامين في مجلس الدولة لإلغاء قرار الحجب ده ومراجعة الموقف بالكامل مع الجهات المسؤولة. والدعوة القضائية دي فضلت تتأجل من جلسة لتانية واحنا قاعدين على أعصابنا مستنيين أي أمل لحد ما وصلنا للجلسة الحاسمة والنهائية اللي كانت يوم 21 يونيو اللي فات. النهاردة احنا كام يا شباب؟ النهاردة احنا 23 يونيو، يعني بعد الجلسة بيومين بالظبط. وموقع جريدة المصري اليوم فجر المفاجأة اللي كلنا كنا مستنيينها على نار وبنتمنى انها تحصل رسميا يا شباب وبشكل قاطع وفقا للتقارير والأوراق الرسمية. يوم الاثنين الجاي الموافق 29 يونيو هيتم إلغاء حظر لعبة روبلوكس في مصر بشكل نهائي وبدون رجعة. ايوه زي ما سمعت وصدق ودنك وافرح، اللعبة راجعة وبقوة وبشكل رسمي على السيرفرات المصرية والعربية العادية من غير ما تحتاج تفتح اي برنامج خارجي يتقل الجهاز او يبوظ البنج بتاعك. هترجع تفتح اللعبة بضغطة زرار واحدة زي زمان. وكمان دول زي السعودية والجزائر والكويت وموقع المصري اليوم كاتب ان هيرجع فيهم ميزات الدردشة اللي هو الشات والدردشة الصوتية اللي هو الفويس شات. وزي ما توقعنا صح في الفيديو اللي فات ان اللعبة هترجع قريب جدا. استنى عندك يا وحش، اقف مكانك وما تفرحش نص الفرحة بس. انت فاكر ان اللعبة هترجع راجعة عادية زي الاول؟ لا يا ملك، روبلوكس راجعة ومعاها دمار شامل من الميزات الاسطورية اللي كنا بنحلم بيها ومحرومين منها. ميزات الدردشة الشات هترجع تفتح بدون مشاكل، والاهم والاقوى من كل ده اللي هيقلب متعة اللعبة 180 درجة ان ميزة الدردشة الصوتية والفويس شات او المايك هتفتح بالكامل وبشكل رسمي. طب سؤال ذكي هنا، ازاي الجهات الرقابية وافقت على كده بعد ما كانت قافلة اللعبة تماما وشايفة
شايفه انها خطر؟ الاجابه واضحه وبسيطه جدا وتطمنكم جدا، لان شركه روبلوكس شركه عالميه ما رضيتش تخسر مجتمع اللاعبين العرب، واثبتت للجهات الرسميه التزامها التام، وعملت تحديثات امنيه صارمه جدا لامان الاطفال. الشركه فلترت اللعبه بالكامل من اي محتوى مسيء، وعملت نظام حمايه يعتمد على الذكاء الاصطناعي قوي جدا وهو فعال لمراقبه المحتوى والشات والفويس فورا، وده طمن الجهات الرقابيه في مصر وبعض الدول العربيه بشكل كامل، وحقق شروط الحمايه بتاعه اللاعبين. يعني باختصار يا جماعه اللعبه بقت امنه بنسبه 100%، ومفيش اي حاجه تانية تخلي اي جهه تفضل قافلاها او حاجبه ميزاتها عننا. طب الكلام ده هيأثر على حساباتنا ازاي؟ طبعا اثر حلو فوق ما تتخيلوا، والكلام ده مش مقتصر على مصر بس يا شباب، دي بقت زي العدوى المنتشره في الوطن العربي والشرق الاوسط كله. التحديثات الامنيه الصارمه وانظمه الفلتره الجديده اللي فرضتها روبلوكس خلت دول عربيه كتير كانت بتفكر في الحجب، او كانت بالفعل مقيده بعض المميزات انها تطمن وتفتح الابواب لروبلوكس. عشان احنا خلاص بنعد الايام والساعات لحد يوم الاثنين الجاي 29 يونيو، وعشان انا وعدتكم في اول فيديو ان هقول لكم كلام خطير في الاخر، لازم اقول لكم على شويه نصائح مصيريه عشان تحموا حساباتكم وتستعدوا للعوده الاسطوريه دي بشكل صح. ركزوا معايا. اول ما يجي يوم 29 امسحوا فورا اي برنامج VPN مجاني او مشبوه نزلتوه الفتره اللي فاتت، لان روبلوكس بعد التحديث الامن الجديد هتكون صارمه جدا. لو لقيتك بتفتح من سيرفر مصري فجاه بعديها لقيتك بتفتح من امريكا او فرنسا، السيستم هيفتكر ان حسابك بيتسرق وهيديك بند نهائي فورا. فامسح الVPN وننظف جهازك، واتاكد من توثيق حسابك بالايميل ورقم التليفون الحقيقي بتاعك، عشان لما السيرفرات تفتح وتيجوا تسجلوا الدخول بشكل طبيعي الحساب يفتح معاكم بسلاسه وامان تام. عشان كده كنت بقول لكم في بدايه المقطع كملوا الفيديو لاخر ثانيه، الفرحه بقت فرحتين واللعبه راجعه اقوى واجمل واسرع من الاول بكتير. شيروا المقطع ده فورا وفي كل مكان، وابعتوه لكل اصحابكم وجروبات الواتس والتليجرام والديسكورد اللي كانوا زعلانين ومكتئبين ومحبطين من الحظ، وقولوا لهم باعلى صوت روبلوكس راجع رسميا يوم 29 يونيو والمايك والشات شغالين نار. انا هستنى اشوف رايكم وفرحتكم وتوقعاتكم في الكومنتات تحت، وقولوا لي ايه اول ماب هتدخلوا تلعبوه مع اصحابكم اول ما الحظر يتشال يوم 29، وهل هتفتحوا المايك ولا لا؟ وما تنسوش تفجروا زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان تشجعوني استمر، وضيفوني على حسابي في روبلوكس، انا بقبل الكل. انا تعبت جدا يا جماعه وبذلت مجهود كبير عشان اجمع والخص لكم الاخبار الفخمه دي من مصادرها الرسميه وتوصل لكم بالسرعه دي، فما تبخلش عليا بالدعم الاسطوري بتاعك. كان معاكم اكزينوريا، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا سلام.